أنا مع النظام يا خالي. أنت مع النظام؟ طبعا. ليش؟ هيك مع النظام. ايه. أنت مع القاتل، مع المجرم؟ لا، ما هو قاتل ولا هو مجرم. وين هاي البراميل اللي أكلها الشعب؟ من مين هاي؟ أكل الشعب لأنه شيء طبيعي يعني. انتوا كمان. ايه هاي وقاحة بصراحة. لا والله ما هي وقاحة، هي وجهة نظر. اصلا وقت طلعوا طالبوا بحرية بفهموا ايش معنات حرية. هن اللي اذوا الشعب السوري اللي اذى بعضه. شيء طبيعي، شيء طبيعي. ما انتوا حركتوه، حدا بشوف شيء بوقده الا بعدوا لبين ما الله. مين اعطاهم الامر؟ الله اعطاهم الامر يتحركوا. مين لكن نحن شعب طلعنا نطالب بأبسط حقوقنا، حرية، كرامة. ابسط حقوقنا براميل ولاجئين، ونزل الشعب السوري برا، وما في ولا بلد استقبلت حدا. انتوا السبب. تركيا. انتوا غرائب. انت معه ليش لاجئين؟ انت بركي بالشام وبحلب. لك اخي خليكن الله لسه. مثل ما سمعتوا يعني من دون أدنى خجل أو احترام للناس اللي قضوا تحت البراميل أو تحت التعذيب، تحت ظلم النظام البائد. هاي السيدة طلعت وعم بتشجع وتحيي ولساتها مصرة على أنه هي داعمة لتلك الحقبة. عنا مثل بيقول اللي استحوا ماتوا. ولا عندها جنس الإنسانية ولا الاحترام ولا التقدير ولا المشاعر للأرواح اللي زهقت وتم قتلها تحت البراميل، تحت القصف، تحت التعذيب، بالسجون، بالمعتقلات. ولا أبدا آخر همها هي مع النظام. ونحن مو من حقنا أبدا نطالب بحريتنا بحقوقنا ونقوم على هذا النظام. مين أمرنا؟ مين سمح لنا؟ لك ما بتعرفي مين أمرنا ومين سمح لنا؟ لك هذا حق من حقوقنا. الحرية، لك الحرية ما حدا بيقولك إنه أنت لازم تطالبي بحريتك. أنت إذا أنت عندك كرامة وعندك حرية وعندك أخلاق، ما المفروض تسمحي لأي إنسان مهما كان يكون إنه يسلبك هاي الحقوق. لك متى استعبدتم الناس وقد خلقتهم أمهاتهم أحرارا؟ أنت مانك سمعاني بهاي المقولة أبدا، مو مارقة على دماغك؟ أهلك ما ربوكي على الحرية على الكرامة؟ بس أنتوا بالفعل أشخاص ربيتوا ببيئة لازم يضل البوط العسكري فوق راسكم. إذا انشال عنكم فهي مصيبة. انت منهم هدول الناس للأسف الشديد. بالفعل الكرامة والحرية ما بينعطوا ولا بينباعوا ولا بينشروا. هدول بيخلقوا مع البني آدم، بنوجدوا بالبيئة اللي هو بنوجد فيها. يعني هيك بيربوا معه، شلون هو بيكبر هن بيكبروا معه. هاي الأخلاق والكرامة والحرية بتخلق مع الإنسان وبتكبر معه. شو رأيكم بهاي السيدة وأمثالها؟ هلأ موجودين ولساتهم بهاي العقلية. شو رأيكم فيها وبأمثالها؟